وبعد، فإننا نقف وقفات مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وما أحوجنا معاشر المسلمين إلى وقفاتنا مع سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، حيث يقول النبي عليه الصلاة والسلام: أدبني ربي تأديبا حسنا، حيث قال: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. فلما قبلت منه ذلك قال الله عز وجل لحبيبه عليه الصلاة والسلام: وإنك لعلى خلق عظيم. فصلوا عليه. أيها الأحباب الكرام، ونحن نعيش هذه الليلة المباركة، ما أحوجنا إلى وقفات مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما أجمل اللقاء بهذا النبي، وما أحلى اللقاء مع هذا الرسول العظيم. ففي يوم من الأيام جاء رجل من الصالحين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا الرجل اسمه أبو أمامة. وكان النبي عليه الصلاة والسلام ينشئ غزوا، فجاء أبو أمامة، وكأن أبو أمامة يعلم الأمة درسا بالصبر، كما أن الصيام هو درس للأمة بالصبر. صليتوا على رسول الله. فجاء أبو أمامة قال: يا رسول الله، اسمعوا أيها الإخوة الكرام، يا رسول الله، ادعوا الله لي بالشهادة حتى أدخل بها الجنة. نظر النبي عليه الصلاة والسلام، فماذا دعا لأبي أمامة؟ قال عليه الصلاة والسلام: اللهم سلمهم وغنمهم. فذهب أبو أمامة إلى أرض المعركة، فسلم المسلمون وغنموا، ورجعوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. خيرا يا أبا أمامة. قالوا: يا رسول الله، سلمنا وغنمنا، ولكنه أصر على الشهادة في سبيل الله ودخول الجنة. فأنشأ النبي صلى الله عليه وسلم غزوا ثانيا، ثم جاء أبو أمامة إلى النبي عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله، ادعو الله لي بالشهادة حتى أدخل بها الجنة. فقال الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم: اللهم سلمهم وغنمهم. يرجع أبو أمامة إلى أرض المعركة، فيسلم المسلمون ويغنموا، ويرجع أبو أمامة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، سلمنا وغنمنا. الراجل بده شهادة في سبيل الله، وهو يلقنا درسا عظيما في الصبر، كما نحيا الصيام اليوم. يقول أبو أمامة: فأنشأ النبي غزوا ثالثا، فجاءه: يا رسول الله، ادعو الله لي. قال: اللهم سلمهم وغنمهم. فرجع أبو أمامة قائلا لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، لقد سلمنا وغنمنا. ولكن النبي عليه الصلاة والسلام قال لأبي أمامة وللأمة تأتي من بعده: يا أبا أمامة، عليك بالصوم، فإنه لا مثيل له. إنسان لما بيصوم بيصبر، ثم بعد ذلك يدخل الجنة بأمر من الله سبحانه وتعالى. يقول أصحاب أبو أمامة: كنا نمر في البيت على جدار البيت، فلا يوقد نار ولا دخان تصعد من بيت أبي أمامة، فكان يصوم أهل البيت، الزوجة والأولاد والخادم. ويوما من الأيام مررنا على باب أبي أمامة، فإذا بالدخان يصعد، فعلمنا أنه قد نزل عنده ضيف. صليتوا على النبي. هكذا أيها الأحبة الكرام كانوا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وموقف آخر من مواقف الصالحين، كلنا يعرف أبا الدرداء. الراجل هذا يعلمنا قيمة الصلاة في حياتنا. كم من الناس الآن في الأسواق
كم من الناس تذكر بقيام الليل. قيام الليل فيه بركة في الرزق، فيه بركة في العمر. كم من الناس الآن ينشغلون في الدنيا، والفئة القليلة اللي بتفكر إنه تأتي إلى هذه البيوت لتعمرها بهذه الوجوه الطيبة النيرة. فأبو الدرداء أيها الإخوة الكرام كان يحمل دعاء، ولنستمع إلى هذا الدعاء وما هو معناه. كان يقول: اللهم إني أعوذ بك من شتات القلب. الصحابة الكرام: يا أبا الدرداء، ما هذا الدعاء؟ وما شتات القلب يا أبا الدرداء؟ قال: أتدرون ما شتات القلب؟ قال: أن يكون لي في كل واد مال. أن يكون لي في كل واد مال. فمن المواقف الحسنة الطيبة، كان لأبي الدرداء حانوتا على باب المسجد، فكان يغلق هذا المحل، هذا الحانوت، قبل الأذان بساعة، ويأتي مبكرا إلى المسجد. أصحابه جيرانه في السوق قالوا: يا أبا الدرداء، تغادر السوق قبل الأذان بساعة، أين تذهب؟ قال: أتدرون ماذا أصنع؟ والله إني أبكر إلى المسجد قبل الأذان بساعة، أمكث في المسجد، ولكني أقول لكم، اسمعوا هالبشارة يا أهل السوق، إن الله عز وجل لا يحرم البيع ولا الشراء، ولكني أحب أن أكون من الذين لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. هذا حال أبو الدرداء رضي الله عنه. وكان من كلماته الطيبة، كان يقول: قيام ليلة، كان يحث إخوانه على قيام الليل وعلى طاعة الله سبحانه وتعالى. لذلك أيها الأحبة الكرام، مواقف عظيمة نحياها مع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن هذه المواقف أنه وقف في السوق يوما فقال: يا أهل السوق، اجتمعوا حواليه: أما تعلمون أن ميراث محمد عليه الصلاة والسلام يوزع في المسجد؟ تعجب أهل السوق: يا أبا الدرداء، ماذا تقول؟ أميراث رسول الله يوزع في المسجد؟ قال: نعم. فوقف أبي الدرداء في المكان اللي قال فيه للناس، ذهب أهل السوق إلى المسجد. نظروا في المسجد فوجدوا تال للقرآن، ووجدوا ذاكرا لله عز وجل، ومصليا ومسبحا وقائما يصلي. فرجع أهل السوق كلهم إلى أبي الدرداء وهو واقف مكانه: يا أبا الدرداء، أين ميراث رسول الله الذي يوزع في المسجد؟ قال: رأيتم أحدا في المسجد؟ قالوا: نعم. قالوا: وجدنا رجلا يصلي، ورجلا يدعو، ورجلا يستغفر، ورجلا يبتهل إلى الله عز وجل. قال: ذاك ميراث رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيها الأحباب الكرام، نأخذ موقف جميل مع لقمان عليه السلام. لقمان جاء ابنه في يوم من الأيام، قالوا: يا أبتي، بدي أتعلم شغلة في الحياة قبل ما إنك ما ترحل إلى الله عز وجل. يا ريت إنه أنا أتعلم حاجات، ويا ريت إنه جيل اليوم يتعلم. صلوا على النبي. قال: يا أبتاه، أريد أن تعلمني شيئا في هذه الحياة. قال: يا بني، عليك بالدين، فإذا وجد الدين وجد كل شيء، وإذا فقد الدين ضاع كل شيء. صليتوا على النبي. قال: يا أبتاه، والله خصلة إنها طيبة، وأرجو أن تعطيني خصلة ثانية أنتفع بها في الحياة. قال: مصر على ذلك يا بني؟ قال: نعم. قال: يا بني، الخصلة الثانية هي المال، فالمال يقوي الإنسان على طاعة الله، وفي نفس الوقت بيفسد حاله. قال: يا أبتاه، فإن كانتا من الخصال ثلاث. قال: يا بني، الدين والمال
والحياء من الله سبحانه وتعالى على أن يراك وأنت إيه؟ على معصية. قال يا أبتاه. أصبح الولد يتقدم بالسؤال ويرى الإجابة تأتي. يا أبتاه إن كانتا من الخصال أربعا. قال يا بني الدين والمال والحياء وحسن الخلق. قال يا أبتاه إن كانتا من الخصال خمسا. قال يا بني الدين والمال والخلق والحياء، وآخر خصلة هي السخاء، أن تكون سخيا في الحق. قال يا أبتاه أطلت الحديث ولكن لو كانت ستة. قالوا يا بني يكفي هذه الخمس. من وجدت فيه الخمس خصال فهو تقي نقي ولي لله عز وجل ومن الشيطان بريء. أيها الأحبة الكرام في الله، نسأل الله عز وجل الذي جمعنا بكم في هذا المكان أن يجمعنا وإياكم في صحبة النبي محمد في الجنة. قولوا اللهم آمين آمين، وبارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا.